تضيئونها بمجيئكم ونضيئها بنصوص الشعراء الكبار، ونحاول أن نضيئها بأصواتنا رغم الأجواء الحارة. هذه الجلسة شهدت الكثير من الجدالات على صفحات الفيسبوك بسبب وبدعوى أن هناك الكثير للأسف وبين مزدوجين من المثقفين العراقيين بسبب أن هناك الكثير من المثقفين العراقيين وأضعها بين مزدوجين يحاولون إلغاء منجز شعري وروائي ومسرحي كامل وتشكيلي لشخصية ثقافية مهمة مثل يوسف الصائغ بدعوى أنه كتب عن المعركة وكتب عن صدام، مع أن الجميع يعرف ما هي الانتكاسات والمصائب التي مرت على يوسف الصائغ حتى كتب هذه الكلمات. وللأسف أن نفس المنتقدين ليوسف الصائغ يقدسون محمود درويش الذي بعث ببرقية عام 86 لصدام حسين وقال له يا سيدي أنت تطلق الحق على الباطل فتزهقه، ويقدسون عبد الوهاب البياتي مثلا، مع احترامي لكل هذه الأسماء. لكن على ما يبدو أن يوسف الصائغ لا بواكي عليه وأصبح حمزة الخاص بالشعر العراقي. نحن هنا في مرسى لا نصدر أيديولوجية يوسف الصائغ بشقيها، اليساري مع احترامنا وتقديسنا الشديد له، والبعثي أو القومي مع وقوفنا ضده. نحن هنا نقدم شعر يوسف الصائغ فقط، ومن أشاء فليستمع ويضيئنا بوجوده، ومن شاء فله الخيار في النهاية. أستاذ حميد بعدين في أية مدينة أنا أيها العابرون أين نحن؟ لو كان هذا بلدي عرفني أهلي، لو كانت هذه مدينتي وجدت على الرابية منزلي. لست في حينا أيها العابرون، لست منكم. العابرون صم، أهل المدينة من حجر، قطعوا آذانهم وشيطان استل من فمهم ألسنتهم. أي إله طردكم من الجنة؟ أي حقد سحقكم باللعنة؟ أي صوت نقش هذا الوشم على ظهوركم؟ أيها البواب أين أنا؟ أي عالم هذا؟ أين أنت ونحن؟ ضجيج السواعد قوي في المعمل فلا أسمع، ارفع صوتك أيها الغريب. أيها البواب أين أنا؟ أين أنت ونحن؟ المشنقة تبتلعها الشمس فلا تظهر إلا في الظلام، إنها تخجل من ضوء القمر. أيها العابرون إن كنتم من آدم فأجيبوا، أضعت طريقي ولا أدري إلى أين أسير. ألا تعرفون الحقيقة؟ لا ترفع صوتك فيسمعك الخفير، فقد تزوج الأمير الحقيقة. من زرع هذه الجموع في العراء؟ من زرعها وما حصد؟ السماء صافية أيها الجمع، صافية لا غيمة فيها، فلماذا تفتحون أفواهكم؟ سيعتصر الجبار هذه الزرقة وستسقط قطرات في أفواهنا، هكذا قال الكاهن وهكذا سمعنا في المعبد. أيها الطفل أليس في ثدي أمك حليب؟ لماذا أضعت شفتيك ولمن أهديت معدتك الصغيرة؟ ضجرت أمي من بكائي فقطعت ثدييها وباعت فمي، فلن ينبت لي أسنان ولن يتحرك لساني بكلام. صوتك مرتفع، لا تحدثني، ابتعد وإلا أكلك الخفير. هربت من الشارع، هربت كصبي فزع من الوحوش وكفتاة يتبعها المغتصبون.
إلى بيتنا هربت لو كان لنا بيت، ثقب في خندق وسرداب في خربة مهجورة. أوصدت الباب فأنا وحدي، غرفتي ترتعش كالشتاء وتصمت كالأبدية، سريري تابوت مفروش ولحافي كالشهوة، أضاجع سريري كل يوم، أضاجعه فلا يحبل، كل يوم أقبر فيه نفسي. أوصدت الباب في المساء، أوصدت الباب ونمت بلا صلاة، عند رأسي مسيح معلق، صلبته أمي وعلقته فوق رأسي. من صلبك أيها المسيح؟ من صلبك؟ تكلم، لن يبتلعني الزمان ولن تلتف حولي عقاربه، سأسحق ساعتي بأسناني وسأبتلع دقاتها الكسلى. دفنت الزمان في بالوعتنا وقطعت أذني فلن أسمع، أهناك من يناديني، من يعلمني كيف أكون إنسانا، أو من يقول لي من أنا لأعرف نفسي وأموت؟ ألا يعود أبي فأحدثه؟ ألا يعود فأسأله من أين جاء بي ويصدقني أين ذهب؟ ذهبت إلى غرفته وطرقت الباب، طرقت فلم أجده، ووجدت عظاما سألتها فلم تجب. بس يعني رجاء اذا عايزين تسمعون يعني رجاء الالتزام بالصوت يعني رجاء يعني اكو اماكن اخرى ممكن واحد يتبادلون بها الحديث هم احرار، بس اللي يجي هنا عليه ان يحترم هذا ما اقول مكان، يعني هذه أمسية جلسة مفتوحة نتحدث عن يوسف الصايغ. يوسف الصايغ رجاء يا شباب لا مو ينسحب، ليش؟ هو اللي ما يريد، اللي يريد يحكي يروح ينسحب بعد مكان يسولف على راحته يعني. المشكلة اللي نقول المشكلة العراقية ينظر دائما للشخص السياسي او الحزبي على انه لازم يكون بطل. هذا خطأ، يرهن حياته للحزب مالته، يسجن، يعذب، وعليه ان يكون بطل. يتجاوز حدود الانسانية. الانسان له حدود، ضعفه الانساني، عواطفه، مزاجه، كلها يصادرها الحزب. اي حزب، انا ما اتحدث عن حزب معين. وعليه ان يدخل السجن ويتحمل الجلاد ويتحمل التعذيب ويتحمل الاهانه ويتحمل الاعتداء الجسدي واحيانا حتى هتك العرض، ويبقى صامد وبطل وما يقدر يقول اخ ولا يقدر يقول اي شيء. واذا صار عكس هذا فهو خائن ومنهار وغير صلب الى غير ذلك وعميل تدان الضحيه دائما، والجلاد ما حد يشتمه. لما شخص ضعيف انسان يوقف قدام سلطه بكل جبروتها بكل دكتاتوريتها وتسحقه هاي السلطه وتهمشه وتهشمه ايضا تحطم عظامه، بالاخير مطالبه ان يطلع بطل. شنو جريمه يوسف الصايغ؟ انا ما راح اقرا شعر يوسف الصايغ، اتمنى ما راح اقرا شعر يوسف الصايغ. يوسف الصايغ الوحيد، مو الوحيد، من ضمن قله جدا اللي بقوا بالمطبعه وبطريق الشعب وظلوا يصدرونها بايام كثير من القاده التاريخيين الابطال اللي وصلونا لهذه الدرجه
داروا وجوههم وراحوا. يوسف الصايغ باقي مطبعة الرواد قبال مديرية الأمن العامة، هو وسلوى زكو وأسماء أخرى. يعني سيدة مثل سلوى زكو كل جريمته أنه بقت بالعراق ما طلعت بال 78. تعتبر كل اللي بقوا بالعراق يعتبرون خونة وعملاء للنظام. هاي الفكرة اللي أقول أكثر من غبية، اللي طالبك أن تبقى بطل حتى لو أنت مسحوق تحت شفل السلطة. لازم تقوم وتطلع ولا تخضع للابتزازات ولا يقطع رزقك. كل جريمة يوسف الصايغ كتب مقدمة لقصيدة حب فاشلة، ومن حقه من حق أي إنسان يغير قناعته. يوسف الصايغ ما غير قناعته، وإذا كان معجب ربما وكتب عن صدام حسين فهذا خطأ النهج اللي عاش عليه، لأنه عاش النهج الستاليني في تقديس البطل المنقذ العظيم الفرد. طيلة حياة يوسف الصايغ اللي قضاها كحزبي كان تربى على هذا النهج، ولما طبقه مرة بالاتجاه الآخر صار مخطئ. أنا أعرف شخصيا أن يوسف الصايغ عمره ما صار بعد ولا انتمى الحزب بعد. كتب مقدمة لقصيدة حب فاشلة كان يقول بها أنه أنا عيب علي صار 3 سنوات الحرب تمر وجنائز الشهداء تمر وأنا ما أكتب. أنا يوسف الصايغ اللي كنت أبكي من يخسر المنتخب العراقي، شلون يموتون شباب عراقيين وما أبكي. يعني هذه هي المقدمة، مقدمة قصيدة حب فاشلة اللي أدين بسببها يوسف الصايغ واعتبر ساقط وخائن، وبسببها أيضا يموت يوسف الصايغ أهم شاعر عراقي، واتحاد الأدباء لأسباب إيديولوجية تافهة ما يرفع لافته بالباب تنعاه. نعى أتفه الشعراء وأتفه الأدباء وأتفه المترجمين وأتفه الكتاب كلهم نعاهم، وبخل على يوسف الصايغ اللي خلص كل عمره أيضا مناضل وشيوعي وشاعر مهم ورسام مهم ومسرحي مهم، ولكن لأن يوسف الصايغ صار خلاف فهو خائن. أن تختلف معي فأنت خائن. هذه الفكرة احنا يمتى نتخلص من فكرة انه لا اختلف وياك فانا خائن. انت تمتلك جزء من الحقيقة وانا امتلك جزء من الحقيقة، وكل واحد يتصور انه الحقيقة وياه، الحقيقة المطلقة. يوسف الصايغ ضحية مو جلاد، ضحية حزبه اللي تربى به والنهج والاخطاء اللي احنا لازم نقولها ولازم نكررها ولازم نعترف بها. ليش؟ لكن احنا ما نملك ثقافة اعتذار. وضحية صدام حسين الطاغية بجبروته بسلطته بهيمنته. احيانا ما نفرق بين الوطن وبين النظام، مو احيانا دائما. اذا تكتب قصيدة عن عراقيين يموتون بحرب عبثية فانت تدافع عن النظام. هاي محنة المثقف العراقي، هاي المحنة اللي ما اقول يوسف الصايغ ملاك، بالعكس يوسف الصايغ يعترف انه مليء بالاخطاء ويبالغ بها. يوم من الايام انا يكفيني كحميد قاسم في فترة الحرب العراقية الإيرانية كتبت عن صديق لي، صديق طفولتي، كتبت عنه بعد ما استشهد في شرق البصرة، قتلوه الإيرانيين. فكتبت قصيدة قال لي لحد هنا وكافي حميد لا تورط، لا تصير مثلنا، لا توقع بالمستنقع، ابقى قوي، ابقى. يجروك شوية شوية تكتب عن ابن عمتك وصديقك واجر ممكن يجروك ان تكتب اشياء اخرى. هذا يوسف الصايغ اللي يحكيها بال 86 وبال 87، والان يصنف يوسف الصايغ على انه خائن، حتى على الفيسبوك حتى بعد موته يدام بوصفه خائن وعميل للنظام السابق وعميل لصدام ومعجب بصدام. يوم من الايام اعترف لي مشاهد ما موجود، خزعل الماجد، اعترف لي يوسف الصايغ بال 2005 قبل وفاته وقبل سفره الى سوريا، قال نعم انا معجب بصدام حسين لان انا تعودت ان اكون معجب بستالين، انا احب الاشخاص الاقوياء. غلط صح مجرمين، هذا غلط ليوسف الصايغ، يحاسب ويحط اقوياء، لكن ان يصنف يوسف الصايغ كخائن ويبخل عليه العراق بين ذكره. سعد يوسف يوميا يشتم الحزب الشيوعي ويشتم اللي قتله ويشتم كذا ويتهم العراقيين كلهم عملاء الامريكان وكلهم خونه، لكن يحتفل به ويسوون له عيد ميلاده 70
عفوا استاذ سعد مكان خائن. ما قلت خالد. يوسف الصاج أنا ما- زميلي وياي بالطريق. أنا ما قلت إنسان خالد. وطني يعني. طبعا احنا نقول لا هالشيء. انت تدافع عنه، انا ضد اضيف يعني. يوسف ما محتاج كان انسان وطني لا اخر دقيقه وطني، هو صح بقى بالعراق بس انسان وطني وشريف وشاعر يعني. ليش اللي يبقى بالعراق خاين؟ لا مدبر يعني انا مدابر. انا دا اقول هذا. مو كل الشعب العراقي يطلع يعني. طبعا 23 مليون لازم يطلعون كلهم حتى يثبتون وطنيتهم وشرفهم. من اجل منو يعني؟ من اجل مفاهيم غلط؟ انسان وطني وانسان رائع جدا. قلت انا يوسف الصاغ عندنا فكره من تروح للسجن وتتعذب وعايف اهلك وعايف عائلتك وتروح للسجن وتتعذب وتصمد وهم راضين عليك، يعني شو يصادونك؟ الانسان لا يدخل بس واحد نفس الشيء. عليك. تقدر تصمد على القرماس كل واحد بس طبعاً. انسان وطني وشاعر يعني. طاقته هذا طاقته، كل واحد طاقته. يمكن انا براشدي اعترف عليكم كلكم، وفي واحد يمكن يعذبوه تعذيب يموت. انا قلت ما اطرش. نائمة بين ذراعي ومستيقظة فيه وفي شفتيه، يصير الحب قرنفلة سوداء ممنوع عنها الماء، عارية فوق فراشي دافئة الشفتين. يا سيدتي إني أحببتك عارية أجمل عريك في القدمين. 31 آذار 76 تاريخ له دلالة أيضا. شكرا لك. على فكرة من الأهمية أن نوضح أن يوسف الصائغ تكرس شعريا وبصورة نهائية قبل 1979 حتى قبل أن تبدأ الحرب العراقية الإيرانية. مطولاته الكبيرة انتظريني عند تهوم البحر والاعتراف الأخير ورواياته وحتى ديوان سيدة التفاحة الأربعة كتبها قبل النظام. وشاعر قديم يعني مو شاعر جديد. بس انتوا الجيل الجديد يعني كل زين تذكرون الناس القدامى والشعراء. يكون السرير قريبا من النافذة، أكون أنا ها هنا، أنت نائمة عن يميني، أقوم إلى الضوء أطفئه، تصبحين على خير، تصبح على خير، يمشي السكون إلى النافذة، تمر الدقائق، أسمع صوت أصابعها تتعثر فوق الوسادة، أدرك أن الحبيبة لم تخف بعد. جائعة؟ لا. أخائفة؟ أبدا. أعطني يدك الآن، تأخذ مني ذراعي إلى صدرها وتصنع منه رضيعا. أنا ها هنا وهي نائمة عن يميني، يفوح شذا حلمة ما تزال مبللة بالحليب، ويأتي إلينا من النافذة نعاس عجيب. الله. فوق يميني خلاني نائمة واستيقظ، مشطني في حلمي فغدوت على يده امرأة عاشقة، وحلمت كأني أكوي قمصان حبيبي وأعد حقائبه للسفر الممنوع، وأبكي لا ناح غراب أو خفقت قبرة في العش. حبيبي قم نستشري الساعة، إن الساعة سيئة القصد، فإن دقت 10 يتبقى من الليل 8، ودم سيسيل على زغب العينين ويفسد لي حلمي. فوق يميني خلاني نائمة ومضى. رأيت هذه القصيدة كأنها رسالة من يوسف إلينا. ما تبقى هو الحب، هذا رهاني الأخير، زهرتان على القلب ذابلتان، وسبع شموع تنير الضمير، وأنتم خذوني بطيبة قلبي، فأن المحبة طيبة القلب، والشعر مغفرة، وزمان المحبين جد قصير. اقرأ ليوسف.
صفحة هند. استرخاء. الدنيا غائمة وحبيبة روحي نائمة، والقهوة فوق النار. يختلط الآن شميم الحب بعطر القهوة وهي تفور، ورائحة الأمطار. بلل أمطرت والقمر وحده يتململ تحت المطر. طبعا الجو صيفي لكن القصيدة جميلة. ارتدي معطفا واقيا وأخرج كل الشوارع مقفرة، وأنت إلى جانبي وروحي مبللة بالمطر. الأصابع يدها دافئة ويدي باردة. خلطنا أصابعنا وقطفنا معا زهرة واحدة. 1979. النصان الأخيران ربما اليوم كان من المفترض الأستاذان مقداد عبد الرضا ورائد محسن يشاركاننا في عرض شبه مسرحي لقراءة قصائد يوسف، لكن يبدو أن هناك أمرا طارئا منعهما. ما يزال السرير الحديدي في غرفتي ينام على وجهه. ما يزال السرير الحديدي في غرفتي ينام على وجهه، رأسه يتدلى إلى الأرض، عيناه مغمضتان على سره، وقوائمه السود تحفر أظلافها في الرخام، وتحت الملاءة تبدو عظام السرير المعذب ناتئة باردة تراودني أن أنام عليها ولو مرة واحدة. العشاء. حين أعود إلى بيتي كل مساء يخرج حزني من غرفته مرتديا معطفه الشتوي ويسير ورائي. أمشي يمشي، أجلس يجلس، أبكي يبكي لبكائي، حتى ينتصف الليل ونتعب. إذ ذاك أرى حزني يدخل للمطبخ، يفتح باب الثلاجة، يخرج من قطعة لحم سوداء ويعد عشاء. اعتياد. معتاد حين أعود إلى بيتي أن أقرع هذا الجرس الأخرس. أدري لا أحد في الدار، لكن هذا الجرس المسكين لم يقرعه أحد منذ سنين. نتمنى أننا طرقنا جرس يوسف الصابري هذا اليوم. شكرا لاستماعكم. الجلسة القادمة سيتم تحديدها عبر جروب الفيسبوك وشاعر آخر. شكرا لحضوركم.